في إحدى الشركات الخاصة الموجودة بمدينة جو حسام سيتي، وقف السيد المدير طبجي أمام الموظفين في الاجتماع الطارئ الذي دعا إليه وقال: أنا جمعتكم النهاردة علشان أشارككم الموقف الدقيق اللي بقينا فيه. فسأله أحد الموظفين في خطورة: خير يا طبجي بيه؟ فتنهد طبجي بيه وقال: إحنا لازم نشتري سيرفر. سادت لحظة من الصمت المهيب، ومالت مدام جولفيدان مديرة الأرشيف على أستاذ متولي مدير الآي تي هامسة: اللي هو إيه السيرفر ده يا متولي يا أخويا؟ فقال لها هامسا: حاجة كده استغفر الله العظيم، بتشيل بيانات استغفر الله العظيم يعني، وبتاخد فلوس استغفر الله العظيم برضه. فانتقع وجه مدام جولفيدان، وأكمل المدير كلامه قائلا: السيرفر ده هيفيدنا جدا في الشغل، وهينفعنا يمكن ل10 سنين قدام، وعلشان أنا هدفي أريحكم في المقام الأول وأخلي البيانات اللي رايحة واللي جاية في الحفظ والصون، أنا بخيركم ما بين اختيارين: يا إما كل واحد فيكم يتبرع بجزء من مرتبه لمدة ال10 سنين اللي جايين، ونعمل صندوق كفالة السيرفر باعتباره هيبقى موظف زيه زيكم برضه، يا إما نضحي بواحد فيكم ويبقى شهيد السيرفر، وهو بالمرة ناخد مكتبه نحط فيه السيرفر. أخذ الموظفون يضربون كفا بكف ويهمسون بأشياء مثل: لا حول ولا قوة إلا بالله، كان مستخبي لنا فين السيرفر ده؟ إلى أن وقف أحدهم وهمس بحماس: أنا عندي حل ثالث، نحكم أبو كلاود. تصاعدت موافقات الموظفين الذين شعروا أن هذه هي القشة التي يمكن أن يتعلقوا بها. وسأل طبجي بيه الموظف: وهو أبو كلاود فاضلنا يعني؟ أمال يا بيه، ده هو متخصص حلول ذكية وتكنولوجية، وبعدين ده ياما أنقذ موظفين وشركات كتير. طيب وده نطلبه إزاي؟ بنكلم رقم 0900 كده وبينور له البتاعة بتاعت السحابة يابا، ويدوله العنوان ويجي على طول. وما هي إلا دقائق وكان أبو كلاود على وصول. استمع إليهم في حكمة ثم قال لطبجي بيه: وانت عايز تشتري سيرفر ليه؟ ما تأجره. أأجره؟ وده ينفع؟ أمال إيه؟ انت ما سمعتش عن السحاب اللي بيتأجر اليومين دول؟ سحاب ايه يا راجل انت؟ تكنولوجيا السحاب او الكلاود كومبيوتنج دي تكنولوجيا جديدة بتديك سيرفر على قد احتياجك. يعني الشهر ده عايز مساحة كذا، الشهر اللي بعده عايز تزود او تنقص، كله موجود، وهتدفع على قد استخدامك زي فواتير المية والكهرباء كده. والأحلى من كده بقى إن السيرفر ده أونلاين، يعني لا هياخد مكان ولا هيحتاج منك صيانة. والله إن كان كده يبقى مفيش أحسن من كده. كبر الموظفون وأخذوا بعضهم البعض بالأحضان وحملوا أبو كلاود على الأعناق.